اخطر سبب يخلي تركيز ابنك يقل في يومه الدراسي هو انه يروح المدرسه من غير ما يفطر. علشان تعملي لابنك فطار يكون صحي لازم يكون مكون من 4 عناصر اساسيه: البروتين، كربوهيدرات، الفاكهه والخضروات. بالنسبه للبروتين زي البيض المسلوق او الجبن القريش او اللحوم الخاليه من الدهون او صدور الفراخ منزوعه الجلد. الكربوهيدرات لازم تهتم انك تدي لابنك الكربوهيدرات المعقده زي اللي موجوده في العيش البلدي، العيش الاسمر او الارز او الشوفان او المكرونه او البطاطس. دي بتدي ابنك طاقه لفتره اطول، مش كربوهيدرات بسيطه سيمبل تديله طاقه فتره بسيطه وتنزل. لا، احنا عايزين الكربوهيدرات المعقده اللي تديله طاقه لفتره اطول وتحافظ على مستوى الطاقه عنده. بالنسبه للفاكهه اهتم بالفاكهه اللي تحتوي على فيتامين سي زي الجوافه او الفراوله والبرتقال والليمون، وكمان ممكن تديله موز انه بيقوي الجهاز المناعي بتاع الطفل. هنهتم ايضا بالخضروات لانها بتحتوي على الياف فتحسن صحه الجهاز الهضمي عند الطفل وما يحصلوش امساك او مشاكل. الطفل اللي بيفطر بروتين وكربوهيدرات وفاكهه وخضار بيكون عنده طاقه ثابته طول اليوم. اما الطفل اللي بيفطر بسكويت وشيبسي وبيبسي ده طاقته بتقل بسرعه. والحل بسيط، انك تهتم بتجهيز فطار ابنك الصحي قبل ما يروح المدرسه، وخلي بالك من شرب الماء. مهم جدا انك تخليه يهتم بشرب الماء لانها من الحاجات الاساسيه اللي بتحافظ على حيويته ونشاطه. وان شاء الله لو عملت كده تلاحظ النتيجه على طفلك من اول اسبوع. ولو الفيديو عجبكم شاركوه مع غيركم علشان الكل يستفيد، وما تنسوش الاشتراك. سلام عليكم.